السلام عليكم، كي راكم دايرين؟ غاية لاباس، إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة انتم جميع الأهل والأحبة يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فيديو جديد، نهار جديد، توحشتكم بزاف 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 بزاف. قبل ما نبدا بغيت نقول لكم اللي مازال ما اشتركتش في القناة تشترك فضلا وليس أمرا، وتفعلوا الجرس باش يوصلكم أي جديد. اللي بغاو يطمنوا عليا، الحمد لله راني خير من اللي كنت، الحمد لله. أميرة حبيبتي، كاع البنات اللي بعثوا لي وما رديتش عليهم سامحوني. شوفوا هنايا يوم مميز، يوم جزائري بامتياز يعني. نوعا ما حاولت باش ندير بعاداتنا وتقاليدنا كما كنا في البلاد، مي مش كله، فهمتوا، على حسب المرض. جاب لي هذيك الفراز، قلت نغسلها، غسلتها وقهوة قدام ما يخرج يروح للخدمة. قلت نسقد نسيبكم، ونلتها بهذا النهار. هذا نهار الاثنين البنات، نهار الاثنين 12 جونفي يعني. باش اكو عارفين، احنا انا ملي كنت صغيرة كنا اول حاجة نديروها هي التريد. جدتي الله يرحمها كانت تترد لنا، نتلمو ترد لينا. لعمتي الله يرحمها، لعمي تاني دار عمي الله يرحمه، بالمناسبة ترحموا كاع على موتانا، على بويا وجداتي وعمي وعمتي الحاجة الله يرحمها ويوسع عليها يا ربي. كانت تترد لنا نديرو التريد والناير مخلط، راكم عارفين العادات تاع الجزائر. المهم انا قلت مي راني في الغربة ما لقيتش باش ما عندناش باش ندير التريد هنايا، ما كانش كاع كيفاش ندير له. كنت باغي ندير راكوموند من عند وحده. ساعه طلبوا لها الشفا، هذه ما راهيش هنا، راهي في البلاد، نطلب لها الشفا بالمناسبه. ربي ما كتبش، قلت ندير الرفيس. شفته عند اختي متزوجه في مشريه يديروه بزاف. هذا يندار بالسميد المويه، ما يديرش بالسميد الرطب. جبت كيلو تاع السميد، هذاك هو المعجون اللي كان عندي البنات. هو يستهلك يعني كتر من الدقيق، فهمتوا، كتر من السميد هذايا. انا اللي كان عندي درته، وزدت عليه كان عندي التمر بالعلف، عاودت وليت زدت عليه التمر هذاك. قلعت لها العلف وفورته. المهم شوفوا، الخبزه هي نورمالمون تجي السمك نتاعها غليظ على كيما هكا. انايا ما نعرف كيفاش جات من بالي، راحت من بالي ورققتها. راكو عارفين الولاد والتهيت معاهم، فتحسيك شغل ما راكش ديري الحاجه نيشان مع الولاد والله. ودرت لهم بسبوسه هنا غير تصورت، راكو تشوفوا فيها في الحطه في التالي، دوك تشوفوا ما حطيتهاش. هادو نسيتها البنات والله، لا راحت من بالي كاع. هادو درتها لهم، درت هذيك الصينيه ودرت هادو لولادي كلاوها. كي خرجت كلاوها. ها هي شوفوا كي شغل كي نبسه، ديريها غير شويه زيت شويه ملح وتعجنيها ترونيها شتا هو، ديريها غليظه، السمك نتاعها ديريها غليظ، فهمتوا، باش هذاك اللي من فوق اليابس ما يجيكمش بزاف. كي تفتوه كاع، انا فتته وعاودت وليت درته في الاشواغ. اللي اشواغ تاعها ماشي يعني، انا كنت نضرب في الاشواغ وخايفه على الاشواغ نتاعي، فهمتوا. كنت نضرب ونحبس، نضرب ونحبس، نخلط نقولوا ونحبس، حتى اللي تحصلت على هذا القوام اللي راكم تشوفوا فيه. عندي الغربال هذا اللي بوصيار، جبته باش يهود لي هذاك الرقيق، ونقضب غير الغليظ اللي من الفوق، فهمتوا. هذا غادي نعاودو نولو نفوروه. يجي واحد البنه البنات، انا اياد يبغيه بزاف، وملي جينا متزاير هو يقول لي ماما ديريه لي. وانا البنات هذا الله يعافينا ويعافيكم، كي راني مريضه الحاجه مانيش نخدمها كيما بكري. ما كنتش نعجز على الحاجه، ما كنتش نعجز على الكاطو، ما كنتش نعجز حتى على حاجه. دوك راني نعجز باش نخدم الحاجه، فهمتوني. والحمد لله. تعرفوا من مين تو هذا عندي المعجون وهذا، وقال لي ديريه لي، وعجزت عليه. كل خطره نقول واه واه واه، اني نعجز. مازال عندي هذيك شويه تاع النهجه وهذا. الحمد لله الحمد لله. سمحوا لي نورمالمون هذا الفيديو على الاقل كان نهار 3 نحطها لكم، مي ظروف ما سمحتش، ما عنديش كاع الوقت. راني نخدم شقايا غير بالفتاة غير بالسياس، ما نلقاش الوقت باش ندير لكم المونتاج والله، غير سمحوا لي.
هذا هو اللي راني هذه هي الحاجة اللي راهي تأخرني، فهمتوا. شوفوا هنايا درت هذاك الغليظ، درته بين هذاك الغربال، نفور هذا الأول ونعاود نولي نفور الزاوج. راكم تشوفوا هنايا ندير عليه المعجون، كي شغل نديره نخلطه، فهمتوا. نخلطه مع كسم، ندخل داك المعجون في وسط هذاك اللي فورته الأول، ونعاود الزاوج. ومن بعد دوك تشوفوا شندير له. هما يديروه بالزبدة الحرة، إلا كانت عندك الزبدة الحرة غاية يعني. أنا قلت لكم هنايا المعجون كان عندي قليل، فهمتوا. يليق له المعجون بزاف. تما يديروه بالتمر الحميرة، هما يقولوا لها تمر الحميرة هكا نسموه. يجيبوه ويفوروه ويديروه. انا قلت لكم كي شته ما قدنيش، زعما ما جانيش القوام تاعه كيما كنت ناكله عند اختي وكاع. فعاودت وليت هذاك التمر اللي كان جابه لي، اللي كان عندي في الدار بالعلف، كان شباب. اول مره يجيب لي ابو اياد كان عليه عرض، جاب لي 2 كراطين، عجبني بزاف. وقلت نقول له يعاود يجيب لي ان شاء الله ندسه رمضان. انا اول مره يجيب لي هذا التمر عجبني. التمر هنا في مصر انا ما يعجبنيش كاع صراحه. في رمضان كنقول لكم موالفه في دارنا نفرقوا به الصيام مع الحليب وكل شيء. هنا ما نفرقش به الصيام. ملي بديت يعني ملي جيت من مصر ما ناكلش التمر في رمضان يعني. السنه كي لقيت هذاك على الاقل نشوف الاسم نتاع العلبه نتاعه يقعد يجيب لي هذيك النوعيه شباب. شوفوا هنايا غادي ندوب الدهان. درت الدهان ندوبه، وهذه التفويره الزاوجه تاع هذاك الرقيق الاول، فهمتوا. غادي نعاود نولي نخلطه مع هذا، نعجنه كي نقولوا مليح حتى يتداخل مع بعضه. هنا كان حامي بزاف البنات، كان حامي بزاف. قولوا لي نتوما كيفاش فوتوا الاحتفال، يعني تحتفلوا بالنير ولا لا. قلت لكم حنايا كنا نحتفلوا مع جدتي الله يرحمها، كانت تدينا التريد ونديروا الشرشم. وهذاك الناير ليلة النير اللي نديرو الحشا بالدجاج العرب، نطيبو دجاج العرب ونديرو داك التريد مسقي. جدتي الله يرحمها كانت ديره هذاك لاصوب ولا نقولوا الروا، حنا كيما نقولوا الروا، ديره ودير الحليب. كانت دير مرقة حمراء ودير الحليب ودير داك التريد كي نقولوا حنايا نحطوه. بعد ملي نقطعوه هكا مرصويات هي تحطيه في الطبسي، هي تسقيه بداك البرقة وتزيد عليه الحليب الله يرحمها. كانت هكا دير، كان يعجبني بزاف. بصح انا نبغي التريد نبغيه مع لاتاي البنات، تامنوا مع لاتاي. تقولي لي ما تشربيش لاتاي واميره اللي قالت لي راكي عاقله على راكي ديري الذكاء والحيله مع القهوه وكل شيء، راني نحبسها نهار. شوفوا هذا تعود وولف ماشي بالساهل باش نحبسوها، فهمتوني. الله المستعان. شوفوا هنايا اختي قالت لي هما يديروا فيه الفلفله الحمراء وشويه فلفل اسود، فلفله كحله، هما يديروا لها هكا. تقولوا لي علاه ما عرفتش، ما نعرف. هاي فلفله كحله قالت لي ديري شويه فلفل كحله والفلفل الحمراء وديري الدهان حتى اللي تيدميه، يعني تيدميه. انا ما بغيتش نيدمه بزاف، خفت خاطش راني مريضه واني يعجبني بزاف ناكله. على بها ما بغيتش نكتر فيه الدهان، قلت انا راني مريضه ما انا عاده نداوى، راني عاده مع اليبرة ومع الدواء. فإلا طولت عليكم بزاف سامحوني والله فوق جهدي. ربي يفضلكم وربي يديمكم نعمة في حياتي، ونبغيكم بزاف 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 والله. شوفوا هنايا راني نذوق راني نلقم، شتو جا شباب والله لا جا شباب. هنايا عادة كان عادة يليق لي كنت غادي نعاود نولي نزيد له التمر، حقيقة حتى نهار الزواج زدت له التمر. عاودت وليت درت البغرير. هذيك البسبوسه كانت طابت وسقيتها وخليتها، يعني سقيتها من هذاك الشربات تاعها وكانت في الفور. حاولت وليت حطيتها في الفور على بها نسيتها البنات، والله لا نسيتها. وما كانش كاع البلاصه وين نحطها. دوك تشوفوا في التالي الخير خير ربي، خير ربي الحمد لله. ربي كتر علينا الخير وعليكم علينا وعليكم يا ربي. ها ولا الناير تاعنا درت بتقاليدنا، فرحت ولادي فرحت راجلي بتقاليدنا، يعني قال لي نخلع. درت السحلب هذا، قال لي ديري لنا السحلب، درته بالموز بالبانين والمكسرات. درت لولادي الجيلي اللي يبغوه هما، راكو تشوفوا هذا نوع من الشوكولات.
جبنة، راكم تشوفوا الكاجو. يعني شوفوا حنا عندنا من عاداتنا زمان كان يجيبوا لنا دوك الزواويد يخيطوهم لنا ينسرفوا، ونديروا الميدونة ونحطوا البازيكون الصغير التالي يعني اللي عاد مزيود نحطوه في وسط الميدونة ونفرغوا عليه الناير بعد اللي يتخلط. اللوز، البلوط، التمر هذاك التمر الناشف نبغيه أنا. وحدة من المتتبعات قالت لي ديريه مع لانيمي، ديريه مع زيت الزيتون، نقول لك الله يحفظك. نحوس عليه هنا ما كانش التمر كيما الجزائر، فهمتوا. الحمد لله ربي يديمها علينا نعمة ويحفظها من الزوال علينا وعليكم أجمعين. قولوا لي رايكم في الناير. أنا راجلي عجبه طعم الصح. قلت له هذه عادة من عاداتنا وباغي نحتفل بها. شوفوا كان اللي يقول لك حرام ما حرام. شوف أنا نبغي نعود ولادي على نهار كي نقولوا إحنا ماذا بينا على العام كاع الملمومين غير في الخير إن شاء الله. نعود ولادي على نهار باش نلمهم غادي يكبروا، ربي يطول في عمرنا وفي عمرهم إن شاء الله، ونبقاو نديروا هذا النهار نحتفلوا به على هلا بوليداتهم إن شاء الله. وكاع هذا هو التمر اللي قلت لكم جابه لي الشباب. كان هذا هو احتفالي بالناير في الغربة مع عائلتي الصغيرة. الحمد لله اللي فرحتهم وفرحت فرحت وليداتي وفرحت الزوج وفرحت. قولوا لي واش رايكم؟ جبتها ولا لا؟ درت على حسب مرضي. نروح نقول لكم بغيت نوض ونفرحهم ونقلع عن هذيك الطاقة السلبية، نقعدوا نجدوا الطاقة البنات. هذه هي البنات والله. نتمنى يعجبكم الفيديو تاع نهار اليوم. ما تنسوناش بتعليق حلو سكر كيما نتوما والبارطاج باش تكبر العائلة تاعنا. قولوا لي نتوما في التعليقات قولوا لي باش تحتفلوا، اسكو تحتفلوا به ولا لا. نعاود لكم هذا السؤال. وما بقى لي غير نقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه، وسلام في فيديو جديد إن شاء الله على قناتي وقناتكم، قناة إياد جزائرية في مصر.